اهلا وفلوج جديد بس المعرض الكتاب الجزء التاني. وهنا بقى كنا وصلنا، المكان كله طاقه حلوه حتى لو مش ناوي تشتري، بس اللفه لوحدها بتبسط. اول ما جينا ندخل المعرض الدخول كان سهل، وفي لوحات ارشاد في كل مكان وفي خريطه لكل الصالات. المعرض متقسم لصالات، كل صاله فيها دور نشر معينه، لازم تكون كاتب لسته للكتب اللي هتجيبها ومن فين عشان ما تلفش كتير على الفاضي. في كتب انجليش وفرنش لتعلم اللغه، وقصص مبسطه للمبتدئين، وقسم الاطفال حلو قوي، في قصص ملونه وانشطه، واسعار الكتب فيه بتبدا من 20 ل50 وفي كمان من 60 ل150 على حسب نوع الكتاب. في دور نشر عامله عروض زي مثلا 3 كتب بسعر كتابين، في خصومات برضو، وفي باكجات كتب بسعر قليل، وفي مثلا 10 كتب ب200 جنيه و4 كتب عليهم واحد هديه ونوت بوك. وهنا كنا خلاص خلصنا الجوله بتاعتنا وقعدنا عشان ناكل. كل شويه كنا بنشوف طياره والاجواء كانت حلوه قوي. وهقول لكم ازاي بقى تختاروا الكتب الصح. وانا بختار الكتاب بعمل 3 حاجات. اول حاجه بقرا الملخص اللي ورا الكتاب، وبعدين بفتح كام صفحه اشوف الاسلوب بتاعه، وبعدين اشوف هل الكتاب ده مناسب ليا دلوقتي ولا لا. والمعرض مش بس كتب، فيه ندوات ولقاءات مع كتاب وحفلات توقيع كتب ومناطق للاكل والشرب.